شكرا لك زميلي أسامة. بالتأكيد معي أحد الأقطاب الرياضية الكبيرة هنا في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى الوطن العربي أيضا. معي المستشار سعادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سيادة المستشار، أنا سعيد جدا باستضافتك على قناة أبو ظبي الرياضية. اليوم الزمالك في مهمة صعبة أمام وادي دجلة، نهائي مكرر للموسم الماضي. اليوم الزمالك مطالب أيضا بالفوز والوصول إلى النهائي. اولا خليني من خلالك اشكر كل شعب الامارات المحترم، لسه جاي من اسبوعين، والمصريين اللي في الامارات اللي هم بيعتبروا الخليجيين اخواتهم. وببارك لاخويا يعقوب السعدي رئاسه القناه ابو ظبي. وانا مندهش من بعض المذيعين للاسف المصريين. في ولد عمال يلف على القناه كلها بيقول ازاي تذاع في ابو ظبي رياضيه، وانا بذيع لاسرائيل يا ابني. ابو ظبي رياضيه دي لما كان عندي مشكله مع النظام المصري في عز جبروت النظام ايام حسني مبارك، يعقوب السعدي عمل معايا حلقتين محترمين وزحهم وما خافش. ابو ظبي الرياضيه دي قناه عربيه، مش قناه بتطلع من اسرائيل. فانا حتى امبارح كنت بداخله مع الاخ غندور، قلت له يا ابني عيب لم نفسك، دي قناه عربيه مصريه. ولو انت رحت ابو ظبي او رحت دبي او رحت الامارات او رحت السعوديه او الكويت او عمان او البحرين، هتعرف مدى حب الشعوب دي للمصريين واحترامهم للمصريين سواء اللي موجودين في مصر او هناك. طبعا مباراه صعبه جدا، لانه دي دور قبل النهائي لكاس مصر، اللي هيوصل باذن الله يكسب يوصل للنهائي. اتمنى طبعا الزمالك يكسب. احنا طبعا لعبنا ماتشين قبل كده مع وادي دجله، اعتقد في الدوري ماتش تعادلنا وماتش كسبنا فيه. اتمنى ان احنا نكسب النهارده، ويمكن احمد حسام معتمد على الولاد الشباب الصغير مع بعض الكبار زي محمد عبد الشافي. وهي مجموعه من اللعيبه متميزين، واحنا الفيصل عندنا الاخلاق قبل الرياضه، يعني الفيصل. سيادة المستشار، يعني بما انك تحدثت عن احمد حسام ميدو اللي هو مدرب ايوه احمد حسام ميدو مستمر على ضوء التصريحات اللي ذكرت ما بين السطور وبشكل غير مباشر من سيادة المستشار بان يعني احمد حسام مش عاجبه. لا بالعكس، ده احمد حسام ده طلع في التلفزيون 3 مرات قال اكثر رئيس نادي شفته في العالم بيدعم مدير جهاز فني هو مرتضى منصور. بالعكس يعني يعني اتغلب ماتشين بتوع افريقيا، وانا دعمته. اتغلب حوالي 5 ماتشات هنا ودعمته. لكن انا هو مستمر. انا محترم، بص انا محترم تعاقداتي. لكن لما احمد حسام بارادته المنفرده يقول والله انا كفايه وعايز امشي، طبعا هقول له. لكن انا رايي مش، اولا ده مش عقد انا، ده عقد الدكتور كمال. لكن ايا كان هو عقد مع نادي الزمالك. فاحمد حسام تجربه جميله. لما خسر ماتش الدوري والاهلي خد الدوري بالجون بتاع احمد توفيق والبلانت اللي ضيعه محمود فتح الله، وده قدر طبعا، لان دي رياضه فيها المكسب وفيها خساره، وممكن تشوط 100 كوره تطلع بره وكوره واحده تخش جون. والجون اللي جاب احمد علي في سموحه هو اللي ادى الدوري للاهلي، واخد بالك. لكن ده ما يمنعش الاهلي لعب موسم محترم جدا مع مدرب كان معايا في الكليه، فتحي مبروك، كان زميلي 4 سنين معايا في السكشن، بس هو اتاخر حوالي 18 سنه بعد ما انا اتخرجت وكيل نيابه، وقعد شويه عشان كان مهتم بالكره في المنتخب. لكن عايز اقول في النهايه الاثنين اللي وصلوا النهائي من احسن الفرق، سموحه او الاهلي سموحه، ده بيدربه حماده الصيدي في سموحه، مدرب محترم جدا ونادي محترم فيه رئيس مجلس اداره على اعلى مستوى. النادي الاهلي ايضا محمد يوسف ثم فتحي مبروك. فانا طبعا بتمنى امنيتي ان انا اكسب النهارده والاعب الاهلي في النهائي تاني، عشان اعتقد ان لعيبه الزمالك واحمد حسام ليهم طار مع. مش عايز تلعب سموح؟ لا انا اتمنى، هو سموحه طبعا اتمنى نلعب، بس النهارده نكسب الاول، ربنا يوفق اولادنا النهارده. انا دايما ما بحبش اطلع الدور الثاني الا لما اخش الدور الاولاني، او الدور الثالث الا لما اخش الثاني. فانا النهارده في الدور الثالث، ازاي اتكلم عن الرابع ولا لسه في الثالث؟ انا بقول بتمنى. سيادة المستشار، يعني بعد ما توليت منصب اداره رئاسه النادي شفنا تغييرات كبيره في الفريق، خصوصا التعاقدات الضخمه اللي نعم 14 لاعب. النهارده علي جبر، بالظبط كده، ده اسكندري، وده لاعب في المنتخب المصري، احسن مساك في مصر. وانا وعدت جماهير الزمالك قبل كده، قلت لهم احلموا وانا انفذ. انا داخل النادي مديون ب 306 مليون ميزانيته، ده مش انا اللي قلت، ده الوزاره، وكان فيها 6 جنيه. اشتريت احسن لعيبه في مصر، يعني ياسر من وين؟ من مش هقول جامايكا بتاعت